هل يمكن لإنسان أن يفقد نفسه بسبب كلمات تزرع في دماغه؟ كانت حياة كريم ماشية زي الفل، شاب في آخر العشرينات، دماغه شغالة وروحه مليانة أمل. كان شغال مصمم جرافيك وما كانش بيشوف شغله مجرد شغلانة، لأ ده كان شغف. كل تصميم بيعمله كان بيطلع فيه أحسن ما عنده. ما كانش عايش لوحده، كان حواليه صحاب جدعان بيشاركوه الضحك والأحلام، وعيلة دافية بتديله حب وسند من غير حساب. كريم ده كان معروف بابتسامته وبطاقته الإيجابية اللي كان بيعدي بيها أي حد يقابله. كان مؤمن إن مفيش مشكلة ملهاش حل، وإن أي تحدي هو فرصة عشان يكبر. كان بيحب يقرأ روايات كتير بتوديه لعوالم تانية، وفي أواخر الليل كان بيلاقي راحته في قهوته المفضلة. هناك يدون أفكاره وأحلامه في كشكول صغير كان لازق فيه. المقهى ده كان بالنسبة له مكان بيهرب فيه من دوشة الدنيا، بيشحن طاقته قبل ما يرجع للحياة تاني. عمره ما كان يتخيل إن المكان الهادي ده هيكون نقطة البداية لضلمة ملهاش آخر في حياته. في ليلة كريم كان قاعد لوحده كعادته، ما كانش يعرف إن الليلة الهادية دي هتكون بداية النهاية لكل اللي هو عليه. شوية ودخل القهوة 4 أشخاص. دخولهم ما كانش عادي، كأنهم ظهروا فجأة. كل واحد فيهم كان شكله غريب، شدوا انتباه كريم على طول. مش بس عشان شكله، لأ، عشان الطاقة الغريبة اللي ملت المكان بوجودهم. قعدوا على ترابيزة قريبة وبدأوا يتكلموا بصوت واطي كأنهم بيخططوا الحاجة. بعد شوية واحد منهم اسمه عمرو قام وراح ناحية ترابيزة كريم. كان هادي وبيتكلم بهدوء، بس كل كلمة كان بيقولها كانت بتزرع بذرة شك في دماغ كريم. عمرو بدأ يتكلم عن الدنيا بطريقة سودة، عن الناس اللي بتخدع، وعن الأقنعة اللي كله لابسها، وعن حقيقة مستخبية محدش شايفها غير قليلين. قال عمرو بصوت واطي: يا كريم، هو انت فاكر بجد ان اللي انت شايفه ده هو الحقيقة؟ الناس اللي حواليك دول كلهم مجرد عرايس بتحركها مصالح خفية. كلام عمرو كان غريب، بس لمس حتة حساسة في كريم، اللي بدأ يشوف الناس اللي حواليه بعين تانية خالص، عين كلها شك وريبة. الشكوك بدأت تاكل دماغه وتدخل في كل تفصيلة في حياته. يدوب كريم استوعب كلام عمرو لقى طارق انضم ليه. طارق ده كان صريح أكتر وكلماته كانت أقسى. أول ما يحس إن كريم عنده ذرة أمل أو حماس كان بيطفيها على طول بكلماته اللي كلها سلبية. لما كريم جاب سيرة حلمه إنه يعمل مشروعه الخاص قطعه طارق ببرود: مفيش فايدة يا كريم، كل اللي بتحلم بيه ده مجرد أوهام. إحنا ضايعين في دنيا مش هتقدر تغير فيها أي حاجة، كل محاولاتك هتطلع على الفاضي. كلام طارق كان زي السم البطيء بيتسرب لروح كريم ويحول تفاؤله ليأس عميق. بقى يشوف أي محاولة تغيير أو أمل على إنها حاجة ملهاش لازمة، وبدأ يحس إنه ملوش هدف. مع الأيام سامي بقى يظهر في حياة كريم باستمرار. سامي كان ذكي في خطته، بدأ يعزل كريم بالراحة عن صحابه وأهله. هم ما بيشوفوش الدنيا زي ما انت بتشوفها يا كريم، كان سامي بيقوله بنبرة حنينة. هم مجرد قيود بتمنعك من الانطلاق، ابعد عنهم هتلاقي راحتك في وحدتك. وفعلا كريم بدأ يقلل كلامه مع الناس ويهرب من مقابلة صحابه، وبقى يفضل انه يقعد لوحده في عزلته اللي سامي صنعها له. بدأ يحس إنه مفيش حد فاهمه بجد، وإن الوحدة هي ملجأه الوحيد. إحساس بالانفصال عن اللي حواليه بدأ يكبر جواه. يوسف بقى هو الضربة القاضية. يوسف ده كان بيستخدم التكرار في كلامه، جمل صغيرة وقوية كان بيرددها كذا مرة لحد ما تدخل في دماغ كريم وتبقى جزء من تفكيره. أنت مش أهم حد، كان يوسف بيوسوس له. أنت جزء صغير من لعبة أكبر، لازم تسمع الكلام، ما تكونش متمرد، استسلم للحقيقة. الجمل دي فضلت تتكرر كأنها تعويذة سحرية بتخترق دفاعات عقل كريم وتعمل له غسيل مخ. كريم بقى يحس إنه ولا حاجة، وإنه وجوده ملوش لازمة قصاد قوة أكبر. بدأ يسلم لأفكار يوسف من غير مقاومة، يحس كأنه عروسة في إيد قوة خفية. قدرته على التفكير المنطقي اختفت، وبقى يقبل الأفكار دي كأنها حقيقة مطلقة. كل يوم بيعدي كريم كان بيتغير أكتر وأكتر. أفكاره اللي كانت منورة بقت سودة ومليانة يأس، شخصيته اللي كانت مليانة حياة اتحولت لكيان باهت ومطفي. الناس اللي حواليه لاحظوا التغيير ده، حاولوا يقربوا منه، بس هو كان بيرفض كله، بيتقوقع على نفسه في عالمه المظلم الجديد. ما كانش قادر يوقف التغيير ده، الأربعة دول سيطروا عليه سيطرة كاملة. في الآخر كريم بقى شخص غريب عن نفسه،
بيبص في المراية ما بيتعرفش على ملامحه، بيشوف فيها شخص تاني، شخص متدمر غرقان في أفكار سودة وأوهام حزينة. كل اللي كان فيه من أمل وطموح وشغف اختفى وتبخر، ومكانه بقى فراغ ملوش نهاية. الليلة الهادية في القهوة دي كانت فعلا بداية النهاية لكل اللي كان عليه كريم، وبداية لرحلة ضلمة محدش عارف هتوصل لفين. تفتكر كريم ممكن يرجع نفسه تاني، ولا خلاص ده بقى مصيره؟ ايه اللي يخلي بني آدم يتغير 180 درجة؟ ده بالظبط اللي حصل لكريم. في ليلة دخل عليه 4 أشخاص غربة في القهوة، كل واحد فيهم كان بيمثل خطة خبيثة لتدمير عقله ونفسه. عمرو زرع فيه الشك، خلاه يشوف العالم كله كذب وخداع. طارق قتل الأمل جواه وقال له إن مفيش فايدة من أي حاجة. سامي عزله عن الناس وأقنعه إن الوحدة هي الطريق الوحيد. ويوسف غسل دماغه بجمل سلبية متكررة لحد ما فقد إحساسه بقيمته وبقى نسخة باهتة من نفسه. اللي حصل مع كريم مش صدفة، دي كانت عملية تلاعب نفسي ممنهجة. ناس زي دول بيستخدموا أساليب زي التشكيك في وعيك، اللعب على مشاعرك، العزل التدريجي والتكرار اللي بيمحي ثقتك في نفسك. وده بيحصل حوالينا أكتر ما تتخيل، في شغل، في علاقات، وأحيانا حتى في أقرب الناس. طب إزاي تحمي نفسك؟ صدق إحساسك. أول ما تحس إن في حاجة مش مريحة، أو إن حد بيحاول يغير فكرك أو يحسسك إنك قليل، وقف وراجع. حافظ على علاقاتك السليمة. الناس اللي بتحبك بجد مش هتحاول تعزلك، بالعكس هيدعموك إنك تكون أحسن. اسأل دايما ليه. لو حد بيكرر عليك فكرة سلبية أو بيزقك بعيد عن اللي بتحبه، اسأله ليه ومين المستفيد. اكتب أفكارك. التدوين بيساعدك تفهم أنت بتفكر في إيه وإيه اللي دخيل عليك. اطلب المساعدة. لو حاسس إنك تايه ما تخافش تقول لحد، الكلام أول خطوة للخروج من الضلمة. الوعي هو درعك. الناس اللي بتلعب بالعضويل مش دايما بييجوا في صورة أعداء، ساعات بيبقوا طيبين قوي أو بيدعوا إنهم أكتر ناس بيحبوك. لكن الحب الحقيقي ما بيكسرش، ما بيعزلكش. حافظ على عقلك، لأنه لو ضاع كل حاجة بعده بتضيع.